السلام عليكم ورحمة الله. أنت كمسلم لا بد دائما تستحضر النية ديال الزواج. علاش تزوجتي من النهار الأول؟ تزوجتي من النهار الأول باش أنك تولد واحد الذرية صالحة اللي تفرح بها في الدنيا وملي تموت في الآخرة إن شاء الله. الإنسان احنا مفطورين من صغرنا، الإنسان عموما مفطور أنه يقتدي بشي واحد، يقلب على القدوة. فاحنا لابد مع اولادنا الصغار وسواء كانوا صغار ولا كانوا كبار نذكرهم دائما بالقدوه ديالهم، والقدوه ديالهم وديالنا وديال كل مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. الى جاب الله ما عطيتيش لولدك القدوه ديالو اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام، وبقى تحكي لي في السيره ديالو وبقى تذكر لي القدوات الاخرين هما الصحابه رضي الله عنهم والسير ديالهم، القصص ديال النبي عليه الصلاه والسلام، وكيفاش علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ملي بغينا ناكلوا نقولوا بسم الله مثلا، ملي بغينا نعسوا شنو نقولوا، ملي بغينا نخرجوا اشنو نقولوا، ملي نبغوا ندخلوا للخلاء المرحاض حاشاك اشنو خصنا نقولوا باش نحافظوا على ذاك الدراري كذلك من الخلاء من الشياطين. الى ما كتعطيش لولدك القدوه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، غادي ينوض هو يبقى يقلب على القدوات لهاد تجي ولهاد تجي. اشنو غادي يلقى؟ غادي يلقى مخيات، غير مخي حدا الاخر، يولي واحد مخي صابغ راسو بالخضر ولا بالصفر ولا بالاحمر وكاع ما مختن، وربما يكون سكيري، ويعلم ولدك انت كيفاش ياكل وكيفاش يشرب وكيفاش يتمشى وكيفاش يحسن، كيفاش يلبس، وكيفاش حتى التحسينه ديالو كيفاش متحسنه غادي يدير. فمن العيب والعار انك تلقى الانسان كيجري على الدنيا ويبني في الديور وما بناش الشخصيه والنفسيه والاخلاق ديال ولده ولا ديال بنته، اللي هو اهم مشروع عندك في هذه الحياه، وهو اللي غادي ينفعك يوم القيامه في قبرك. كيف ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، وذكر قال أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح ملي يرفع يديه ويدعي معك غادي يستجيب ليه الله تبارك وتعالى حيت صالح. فبناء النفوس والأخلاق والنفسية هي أولى من بناء الديور والحيوط.